مرحبا يا نتسامو فاميلي، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا تمام وانتوا عم بتتابعونا. شكرا من قلبنا، كتير كتير بنتشكركن على الاشتراكات وعلى اللايكات وعلى الدعم الحلو اللي عم تدعمونا اياه. نحن كتير كتير بنحبكن، واليوم رح ناخدكن بفلوج معي أنا ومع لولو. رح ناخدكن على الحديقة، نفرجيكن شلون بنقضي وقت الفراغ. بننزل على الحديقة عشان ناخد فيتامين د من الشمس، بنفس الوقت نلعب ونتسلى. وهون لولو كتير مبسوطة. هون كنت أنا عم بحاول ألعبها بالألعاب اللي بنلعبهم كنا بالمدرسة، علمونا إياها رفقاتنا. طبعا هون صار في كتير عنا رفقة بمصر وكتير منحبون، بيحبونا، بس وقت اللي بتخلص المدرسة يعني ما بنقدر نشوفهم، ما بنقدر نتواصل معهم حتى ترجع تبلش المدرسة. طبعا عطلتنا نحن هون 4 شهور من عطلة الصيفية. رح نحاول نكون يعني عم نعمل تحديات ومننزل فعاليات على قناتنا هلأ بفترة العطلة. وهون عم نحاول نتابع أنا وأختي شوف مين رح يسبق تاني. هون لولو عم تلعب مع الكلب. طبعا لولو كتير بتحب القطط وبتحب الكلاب، وقت اللي بتشوفن تحت عطول بتركض وراهن وبتحاول تلعب معن. ما بعرف، ما بتخاف، أنا بخاف شوي منن. هي يعني ما بتخاف، عندها قوة قلب. وهون كنا عم نتمشى أنا وماما ولولو وهذا رفيقنا آدم، رايحين بدنا نشتري عصير لأني كان الجو كتير كتير شوب. فكنا عم نتمشى هون ورايحين عند محل العصير، بدنا نشتري عصير نبرد على قلبنا، لأنه الجو بمصر وقت اللي بيدخل الصيف بيكون حر كتير، وبنحاول يعني ناخد هيك نعمل شغلات يعني تبرد على القلب. هون لولو عم تقطف وردات لماما. كتير لولو بتحب الورد كتير، وبتحاول بالشارع طول ما أنا ماشية تقطف ورد وتعطينا. هون وصلنا عند أبو العصير واشترينا العصير. طبعا أنا ولولو أخدنا عصير فراولة، وماما أخدت عصير مانجو. وهون عم فرجيكن عصير إنه كان كتير طيب. أطيب شي بالفواكه عصير الفراولة، جربوه يا جماعة، كتير كتير لذيذ وبيسرسح القلب. بالشو بيكون حاطين معه قطع تنج، يمكن هون حولها عم بتفرجيكن. وهي هون ماما صورتنا الياسمين الشامي، كتير ريحته طيبة وكتير منظره حلو. هون لولو عم تعمل حركات، عم تحط لكم قلب. حطوا لنا لايكات يا جماعة، نحن كتير بنحبكن والله من جوات قلبنا، ونفرح فيكن وقت اللي بتتفاعلوا على قناتنا وبتفرجونا محبتكن. وشكرا كتير لأهل السعودية وأهل الأردن وأهل مصر، هدول 3 دول أكتر نسبة مشاهدات عم بيكون فيهم. وقت اللي شفنا الإحصائيات شفنا هدول أكتر 3 دول تفاعل، كتير انبسطنا. شكرا لكم كتير. وهون بلش يخلص اليوم بعد ما لعبنا ورحنا شبنا العصير مع ماما. بلشت تغيب الشمس وهلأ رجعانين على البيت. طبعا رح نكملكن إيش بنعمل بالبيت بعد ما بنكون برا. هون رايحين على بيتنا، يعني في طريق شوي مسافة بين بيتنا وبين الحديقة. نتمشى على البرودة هون، بعد ما بتغيب الشمس بصير الجو كتير كتير حلو. هون أنا ماسك إيد لولو وعم نتمشى، وطبعا لولو زعلانة ما بدها ترجع على البيت. هي بس طلعت لبرا بتحب تضل عم تلعب برا وتضل قاعدة ليصير العيال نصير أتمة. وهون ماما بدها ترجعنا على البيت لأني تعبنا كتير ولازم نرجع وناكل ونغسل وننام.
طبعا يعني صارت الساعة هون 8، يعني تأخر الوقت شوي، بس بالصيف بضل في شمس، بضل يعني الضوء طالع لوقت طويل مثل ما انتم بتعرفوا. هون لولو بتحاول تقنع على ماما انه ما بدها ترجع البيت، انه تاخدها على مكان تاني. بس انا بسمع كلمة للماما، وبحاول انه ايش ما قالت لي الله حاضر ماما. هون شفنا بنوتات عم بيلعبوا، كنا عم نطلع عليهم، صورناهم مقطع شوي، وهلا رايحين على البيت. احكولنا انتو ايش بتعملوا بالصيف، وين بتروحوا بعطلة الصيف بعد المدرسة، شلون بتقضوا وقت فراغكم، شو الفعاليات اللي بتساووها. هون كمان لولو زعلانة ما بدها ترجع، بدها تلعب كمان مع الولاد، شافت ولاد بالحديقة لسه قاعدين مع أهلهم، وحابة تبقى أكتر وقت كمان. بس طبعا تأخر الوقت ولازم نرجع على البيت، لأنه لسه بدنا ناكل ونصلي ونساوي شوية شغلات وننام. هون رجعنا وأخيرا هون ماما كانت تعبانة وقلنا لها لازم تصورينا ايش بنعمل بعد ما بنرجع من برا. هون نحن كمان كنا تعبانين. هون جينا عم نغسل وبدنا نتوضى مشان نصلي العشاء. طبعا أنا وأختي أي شي بنعمله مع بعضنا، بنعمل كل شي مع بعض، بناكل، بنفيق سوا، بنلعب سوا، بنحاول نرتب البيت مع بعضنا. كمان أعلمها أنا لخولة إيش لازم تعمل. هون عم بتوضأ، أنا بدي أصلي أنا وأختي. طبعا رح ننزلكم فيديو إذا أنتم بتحبوا تعليم كيفية تعليم الوضوء والصلاة للأطفال. وهون هو كبت تبعية الصابونة على الأرض، كتير بتعمل حركات بتضحك وبتعملنا أجواء كتير حلوة. هاي لولو هون عم تلبس، طبعا هي ما بتعرف تلبس أغراض الصلاة لحالها، لازم ماما تساعدها شوي، هي عم تتعلم لسه شوي إنه تلبس لحالها. ما بتقدر تعمل هذا الشي لحالها، شعرها طويل ولازم ماما تساعدها شوي إنه تلبس. هون عم تحاول تخلص عشان نوقف نصلي، وأنا هون لبست الجلابية تبعيت الصلاة. هادول أغراض الصلاة نحن كنا منصلي نلبسهم لازم. هون وقفنا بدنا نصلي. يا ريت انتو كمان تصلوا، لأن الصلاة لازم الأطفال يصلوا من هن وصغار عشان الله كتير يحبهم. هون مديت السجادة، عم بدعي دعاء الصلاة، بدي أبلش أصلي. أنا تعلمت الصلاة بالجامع، هون بيعلموا الأولاد الصلاة وبيحاولوا إنه يعلمونا أركان الإسلام. إن شاء الله كلكم تكونوا هيك. طبعا بتمنى من كل قلبي الأولاد كل اللي بعمري وعمر أختي لولو يصلوا عشان الله يحبهم وينجحون ويوفقون بدراستهم ويكونوا من أحسن الناس عند رب العالمين يا رب. هون أختي لولو عم تحكي مع ماما إنه مفكرتها إنه ما عم بتصورها، إنه عم بتصورني بس لإلي. هي كتير 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 بتغار مني لولو كتير. طبعا البنات كلهم هيك بيغاروا وبيحاولوا يعملوا حركات يلفتوا انتباه الماما لإلهم أكتر. نحن الصبيان ما منغار، بالعكس نحن منحب أخوتنا، منساعدهم، ومنحاول كتير نكون مؤدبين حبابين.
يا رب يكون الفيديو لليوم عجبكم وانبسطتوا فيه. عم نحاول نفرجيكم يعني أيامنا نحن العادية شو بنعمل شو بنساوي. يا ريت تدعمونا القناة، تحطولنا لايك وشير وسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس، يعني تعملوا هاي الأشياء اللي مطلوبة، وإن شاء الله بنكون مثل ما أنتوا بتحبونا وأحسن. نحن كتير منحبكن، وهذا الشيء بفضلكن عم تكبر قناتنا وعم تصير يعني قناتنا معروفة بين الدول. إن شاء الله بدها تصير أحسن وأحسن يا رب. وهون خلص النهار لليوم، خلص النهار، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا. هون طبعا نحن بدنا ننام، صارت الساعة 10، لازم ننام بوقت بكير مشان يضل جسمنا بصحة وعافية، ويضل عنا نشاط وعنا طاقة حلوة. لازم ننام بكير ونفيق بكير، ناكل أكل صحي أهم شي. طبعا هون لولو بدها كانت تعطيني هذا الدبدوب مني ومن أختي. بنقلكن تصبح على ألف خير، واستنونا بفيديوهات جديدة كتير حلوة. بنحبكن كتير.